ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ بروح صيني اسيستنت. فيديو قصير جدا ولكن مميز جدا. ازهر ادبي خلصوا امبارح، ازهر علمي خلصوا النهارده. فمش هقول غير كلمه مبروك. ليه؟ عشان ما ينفعش احنا نحتفل قوي عشان لسه في ناس بتمتحن، فاهم؟ فيحصل بقى صدام وبتاع، فنأجل بس ايه الاحتفال يومين ثلاثه عشان خاطري، معلش. وانزل لكم حاجه على الواتساب النهارده. تمام كده، نخش بقى في موضوع الفيديو، وهو كلمتين لكل شعبه. الشعبه الاولانيه وهي علم علوم. هو انت ايه ملعبك يا اسطى؟ سمعني كده، اسمع مش سامع. ملعبك الاحياء. ما احنا اول ما اصلا انا واحد دلوقتي مثلا ايه، عيل جاهل، علم رياضه. اول ما بسمع كده علم علوم، اول حاجه بتيجي في دماغي ايه؟ احياء. علم علوم احياء. علم علوم احياء. فالمفروض ده ملعبك. المفروض ده ملعبك. طبعا احمد ده مش ملعبي. خليه بقى ملعبك، فاهم؟ عيش بعيد، عيش الشخصيه. قول لنفسك ايه في ايه؟ أنا واحد علمي علوم، يعني ملعبي ايه؟ الاحياء. خلاص كده. وصدقني هتبقى حلوه قوي لما انت تختم الامتحانات بامتحان كويس. ليه؟ لان انت هتقعد مستني النتيجه كتير. تقعد بقى تفتكر. سيبك من البتاع ده. تقعد بقى تفتكر ان اخر امتحان انت امتحنته كان وحش، عشان كده ذاكر قوي بكره عشان ده اليوم اللي قبل الاخير. قشطه. كلمه لادبي. بص يا رياس، هو فلسفه ومنطق. يعني انا اسمع وفلان يسمع وكلنا نسمع وانت تسمع ان هي سهله. صح ولا لا؟ سهله. سهله. فبالتالي نفس بقى الكلمتين بتاع علم علوم. علم رياضه لسه جاي لك شويه، اتقل عليا. لازم تدوس. لان ايه؟ يعني انا بحس كده ان انت لو انت اصلا نص نص في اليوم ده ممكن تبقى جامد، فاهمني؟ حتى اسال اي حد ادبي. اسال اي حد ادبي، فاهم؟ فاليوم ده انت فعلا ممكن تحول نتيجتك من هنا لهنا في يوم واحد بس، عشان دي فلسفه ومنطق، فاهم؟ وبلس ان ده برضه اخر امتحان. وزي ما قلت لك، لما بيبقى اخر امتحان حلو بتبقى يعني حاجه كويسه قوي. نخش بقى في علم الرياضه، الوحش بتاعي. طول عمري بيقول لك ايه؟ الاستاتيكا طويله قوي ولكن سهله. وعلى فكره بقى الاستاتيكا والديناميكا هم يعني ملعبي. انا بحب التفاضل والتكامل اكتر، بس ملعبي استاتيكا وديناميكا. هل يا عبد الرحمن الاستاتيكا والديناميكا من وجهه نظرك تتذاكر ازاي يعني؟ او اليوم ده نعمل فيه؟ انا بالنسبه لي حل كتير، يعني حل كتير ومش امتحانات. لان الاستاتيكا افكارها كتير، فاهمني؟ لان هي منهجها كبير قوي ولكن سهل، فاهمني؟ فبالنسبه لي حل كتير ومش من الامتحانات، يعني حل مثلا تدريبات، فاهم؟ يعني اللي هو المهم ان انت تتاكد ان انت حليت على كل حاجه، كل درس مثلا، فاهم حاجه؟ كل واحد بقى على حسب اسلوبه، ملازمه، مدرسه، لغته، شعبته. لا لا لا، ما اقولش شعبته، علم الرياضه اكيد. يلا سلام.